دايما لما بتفكري تعملي غدا سريع بتفكري في الكفتة، بس جربتي الكفتة بالبطاطس المهروسة؟ كمية كتير، طريقة سهلة قوي في التحضير، بس فعلا فعلا الطعم خطير. تعالي معايا بقى اوريك الطريقة. في الاول كده هنجيب بصلاية بحجم كبير، نبشرها ناعم او نفرمها في الكبة، ونصفي مية البصل. ومية البصل اوعي ترميها على جنب كده، اركنيها، بعد شوية هتعوزيها. المهم هنجيب الكبة وننزل فيها بنص مفروم، وننزل عليها بتفل البصل، ونجيب واحدة بطاطس بحجم كبير نسلقها كده سلقة مظبوطة، ونحط معلقتين كزبرة مفرومة وبيضة كاملة، وهناخد معلقتين بقسماط ناعم، وهنزود معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وبهارات لحمة، وهنحط اقل من معلقة صغيرة جنزبيل بودر ورشة قرفة، وفرومي فرمة حلوة في الكبة. بعد كده هاتي مية البصل، حطي لها معلقة زيت ومعلقة صلصة، وقلبيها مع بعض. وهاتي بقى عجينة الكفتة يا ست الكل علشان تشكليها. هتجيبي المعلقه الخشب ام يد مدوره، وتجيبي حته من الكفته وتضغطي عليها بايديكي، بعد كده على الايد الخشب تشكليها، وبعد كده تسحبي المعلقه هتبقى صوابع الكفته من النص مفرغه. نجيب بقى ميه البصل والزيت والصلصه وندهن وش الكفته، وندخلها فرن سخن جدا على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وهتقعد معاكي تلت ساعه وتاكلي احلى كفته طريه ومش مكتومه وبطعم لذيذ. وكتري الكميه.